السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لما اولادك بقى يطلبوا منك حاجة حلوة كده عشان يذاكروا، يقولولك يا ماما اعملي لنا حاجة حلوة عشان نتحمس كده ونتشجع ونذاكر، وتقومي تعملي لهم وما يذاكروش برضو ويضحكوا عليكي ويقعدوا على التليفونات يمسكوا التليفونات، تبقى انتي كده ام مثالية برضو. هنعمل النهاردة كب كيك تحفة. كل المقدار ده 10 كوبات بأقل من كوباية دقيق. عايزه اوريكي بقى النعومه والهشاشه بتاعه الكب كيك، مش عايزه احكي لك اكنه كيك اسفنج بالظبط. قد ايه فلافلي وتحفه ومظبوط. اهم حاجه هنا ان المقادير مظبوطه بالملي. تعالي يا ستي نشوف هنعمل ايه. محضره بيضتين بدرجه حراره الغرفه ونص كوبايه سكر، وهحط كام نقطه كده فانيليا. انا بحب النوع بتاع دوبيلا ده بصراحه، مبيخليش اي ريحه خالص للبيض. هبتدي اضرب كده السكر والبيض مع بعض كويس جدا لمدة لا تقل عن 5 دقايق على سرعة عالية، لحد لما يديني كده قوام. هتلاقي القوام افتح خالص وبقى شبه الكريمة، لكنك بتعمل كده سبونج كيك بالظبط. دي خطوة مهمة جدا في نجاح اي كيك. ونجاح اي كيك بيعتمد على حاجتين: الخطوة دي خطوة الضرب، وطبعا ضبط المقادير. بعد كده يا ستي انزلي بنص كوباية لبن درجة حرارة الغرفة برضو، ونص او اقل من نص كوبايه زيت. لاحظي ان نفس الكوبايه انا بعاير معاها كل المقادير ما عدا البيض طبعا، ومعايره بيها الدقيق كمان. ماشي، كملت الزيت بس ما كانش مكمل معايا نص كوبايه. على فكره ممكن تخلطي هنا زيت على سمنه او زيت على زبده سايله، الاتنين ينفعوا. ماشي. ضربنا كده كويس بقى المقادير السايله مع البيض والسكر والفانيليا. كنت محضره ايه جنبي؟ محضره كوبايه دقيق. طبعا الدقيق منخول، منخله مرتين 3 قبل التصوير. انا هنا ما حطيتش الكوبايه كامله، قلت اشيل معلقه صغيره كده ما اشوف القوام هيظبط معايا ولا لا. وطبعا ذره ملح ما تنسيهاش، اي نوع حلويات ما تنسيش ذره الملح. معجنات حلويات لازم شويه الملح دول هما اللي بيظبطوا الطعم معاكي. ومعلقه صغيره بيكنج باودر او نص الباكت. انا بستخدم نص الباكت على المقدار ده. المقدار ده استخدمت فيه اقل من كوبايه دقيق، عمل لي 10 كوبات، هيعمل لك 10 كوبات زي ما وريتهم لك في اول الفيديو. في الخطوه دي بقى اول ما بضيف الدقيق مش بضرب كتير، اللي هو يا دوبك بس ان الدقيق يختفي. بس ما تضربيش بقى كتير في الخطوه دي خالص، ده غلط جدا. هتقلب معاكي زي العيش. بص بقى القوام تحفه شبه الكيك الاسفنجي بالظبط، فلافلي وهش. عايزه اقولك حاجه بقى هنا: الناس اللي بتضرب، اللي بتخبط الصينيه بعد ما بتنزل بيها الخليط، ما بحبش الخطوه دي بصراحه، بحس ان هي بتخرج الهواء اللي انا اصلا دخلته. الكبات دي بقى انا كنت جايباها يعني، فقلت استعملها معاكم. انا صبيت الخليط بتاع الكيك كله في قمع بتاع الحلواني، كيس حلواني، وابتديت اوزع بيه. ما كانش ظابط معايا بصراحه. انتي ما تعمليش الخطوه دي. وزعي خليط الكيك في كل الكبات بحيث يكونوا قد بعض بالظبط. باي حاجه تانية، بكوبايه، بكبشه، بمعلقه ايس كريم. بلاش نقطه كيس الحلواني دي بصراحه عشان ما كانش ظابط معايا يعني. تمام. بعد كده انا كنت في الوقت ده بقى مشغله الفرن درجه حراره 180، ودخلت فيه الكيك. عايزه اقولك حاجه: الكب كيك من الحاجات اللي متاخدش وقت في السوا تماما، يعني من 10 ل15 دقيقه. عندك الشوكليت شيبس حطي، ما عندكيش ما تحطيش. انا عندي والله، انا كان عندي شوكليت شيبس بيضه برضو ونسيت كمان استخدمها. يلا الفيديو الجاي بقى ان شاء الله. ماشي. في الوقت ده بالظبط انا كنت مشغله الفرن درجه حراره 180. دخلت الصينيه بالكبات دي على الرف اللي تحت، يعني استوى تقريبا من تحت في 5 دقايق، في 7 دقايق. بعد كده ولعت له الفرن الشوايه من فوق بحيث ياخد لون بس. وطبعا قبل ما طلع اختبرته واتاكدت ان هو مستوي من جوه كويس. عايزه اقولك بقى على الجمال وعلى الحلاوه والهشاشه، مش عايزه احكيلك. المقادير مظبوطه، اعتمديها عندك. ان شاء الله ان شاء الله هيظبط معاكي زي ما قلتلك. اي كيك بتعمليه نجاحه معتمد على حاجتين: خطوة الضرب بالمضرب الكهربائي او بالعجان، وكمان ضبط المقادير، وطبعا التسوية تكون مظبوطة. وخلي بالك الكب كيك من الحاجات اللي متاخدش وقت كتير في السوا، من 10 ل15 دقيقة. والورق ده اصلا بتاع الكب كيك ده حراري حراري، ما بياخدش وقت، خفيف جدا. متنسيش بقى لو عجبك الفيديو تعملي لايك وتشتركي في القناة.